لا 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 لا، ما تزعلنيش بقى يا عم. مين يجي له قلب يضحك على صوره زي دي؟ خلاص بقى يا عم بقى، وما تزعلش بقى، الدمعه نزلت من ديونج حبيبي مستر ديونج، وربي شوال جدعان بسم الله ما شاء الله. الملك نزل في الدقيقه 60، الدقيقه 61 ضربه جزاء لريال بيتيس وانذار لديونج وطرد هانزي فليك من الملعب. الله اكبر عليه بركه. طب لو حضرتك مش عارف يعني، احب اقول لك ان الشاب روكي ده والدته بتذكر يعني بافظع الحاجات اللي ممكن تتقال اساسا في برشلونه دلوقتي. معلش بس ناخدها واحده واحده كده عشان في حاجه انا مش قادر افهمها يعني. طب ديمبلي بيستفز جماهير برشلونه لانه بعد ما مشي من برشلونه بقى اي جول بيجيبه على برشلونه بيحتفل، واي حاجه بتضايق اي برشلوني بيفرح فيها وبيضحك الضحكه المستفزه اللي انتوا شايفينها. طب ده لعيب كان في برشلونه ومشي، فقلنا ماشي يعني الراجل خلاص مشي من النادي فعادي يعني، هو ليه كل الحريه التامه. الواد ده النهارده جاب ضربه جزاء ضد برشلونه، يعني يا ريته حتى جاب جول، ده جاب ضربه جزاء بس مش هو اللي شايطها كمان، وفرح ولا اكنه يعني فرح خالته مثلا. هو انتوا بتعملوا في العيال دي ايه طيب؟ يعني ده الواد لسه عندكم، في الواد ده اعاره، طالع اعاره من برشلونه، ما مشيش من برشلونه، طالع اعاره من برشلونه ريال بيتيس، يعني هو لسه مقيد في برشلونه وفرح فيكم